احلى مسا على احلى متابعين. تعالوا بقى شوفوا طريقتي في الفراخ، في اعمال الفراخ. هتعجبك جدا جدا، حاجه كده خطيره وبخلطه روعه قوي قوي قوي. يلا بينا كده نشوف الجمال ده عملناه ازاي. بس لو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل الفرخة العسل القمر دي بطريقة حلوة. هوريكم انا بعمل الفراخ القمر دي او الفراخ المسلوقة بعملها ازاي وطريقتها ازاي. بصراحة بتاخدي منها شكل وطعم وشوربة زي السكر. يلا بينا كده نسمي ونقول بسم الله. انا معايا الفرخة القمر دي، تمام، طبعا مغسولة ومنقوعة في المحلول الملحي. تمام. المحلول الملحي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية مية أو كوبايتين من المية، عليهم 3 معالق من الملح، معلقة سكر. ولو حابة تضيفي دقيق حطي دقيق، مفيش مشكلة، كله نظافة. إلا الدقيق في الفراخ والطيور دي بالذات، الدقيق بيخلي الحاجة زي الفل. تمام كده، تمام وزي القشطة. طيب معايا ايه كمان؟ معايا البصلة دي، وبصلاية واحدة بس، وحبيتين 2 من الطماطم. طيب هتعملي ايه بيهم؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجة هبشر البصلاية والطماطم، هبشرهم بالمبشرة كده وارجع لكم. حابة تضربيهم في الكبة مفيش مشكلة، بس انا بصراحة هبشرهم بالمبشرة. تمام. هنا خلاص بشرنا البصلة والطماطمية. طيب هنحط عليهم ايه؟ رشة كده من الملح، رشة من الفلفل الأسمر، رشة كده من الحبهان المطحون والقرفة والورق الغار. ودي رشة صغيرة من الحبهان المطحون وورق الغار. تمام. رشة صغيرة من القرفة، صغيرة خالص كده. تمام. همسك بقى البصلة بالطماطمايه كده، ادعكهم في بعض حلو قوي عشان يشربوا التوابل الحلوة دي. تمام. خلاص كده دمجنا كل بقى البصلة بالتوابل بالطماطم. هجيب بقى الفرخة القمر دي، بسم الله. طبعا هي متنشفة ناشفة خالص اهي. هبتدي بقى ايه، ادلكها كده من جوه ومن بره وقلبها من جوه، وابتدي ايه بالخلطة دي او بالتتبيلة دي ادعكها بيها كده اهي من جوه ومن بره ومن كل مكان فيها بالخلطة الحلوة دي. تمام. كده ادي الفرخه القمر بتاعتنا زي ما انتم شايفين، دلكناها من جوه ومن بره ومن كل حته، شايفين حتى من تحت الجلد كمان، وكله تمام بالخلطه الحلوه دي. على البوتاجاز بقى حطيت ايه، معلقه كبيره من السمنه. تمام. وابتديت ان انا هنزل بقى بالفرخه القمر دي، بسم الله. اخدها تشويحه حلوه كده. هنزل عليهم بقى، عندي جزرايه كده حلوه مستخبيه في التلاجة، هبتدي انزل بيها. عندي حبهان من القرنفل، حبهان وقرنفل، فصين من الحبهان على 3 وحدات كده من القرنفل، بسم الله اهو بالشكل ده. وعندي كمان ورق غار. تمام كده. ابتدي ان انا اديرها على الناحيه التانيه بقى، بسم الله. لحد ما الروايح الحلوه دي تطلع. اديتها تشويحه حلوه من كل الجوانب. هبتدي انزل عليها بميه سخنه بقى، بسم الله. وهسيبها بقى ايه براحتها تستوي. طبعا وهي بتستوي هبتدي اقلبها من كل الجوانب عشان تستوي من الظهر ومن ادام الميه مش واصله لها لفوق كده، كل شويه اقلب فيها. تمام. واسيبها براحتها بقى تستوي. شايفين الشوربه بتاعتها عامله ازاي ولسه. هنا بقى الفرخه بتاعتي استوت اهي، شايفين الجمال. طبعا الحتت الحمراء اللي جوه دي بصل وطماطم يا جماعه، اللي احنا مدخلينها من جوه. تمام. مدخلينها من تحت الجلد كده. طبعا مش هعمل فيها اي افتكاسة خالص. كل اللي انا هعمله سيحت معلقة من السمنة. تمام. وهبتدي ادهن بقى كده جسمها كله من كل النواحي، يعني من تحت ومن فوق بالشكل ده كده.
وهولع لها الفرن واحطها تحت الشواية على طول. هتاخد بقى لون موحد وجميل جدا جدا. شايفين بقى اهو بالشكل ده، من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب كده، عشان تاخد ايه لون جميل كده. وهدخلها تحت الشواية على طول، ونشوف الفرخة القمر دي بعد ما تطلع عاملة ازاي. الغدا بتاعنا طلعنا الفرخة من الفرن، وعملت حبة كوسة، حبة رز بشعرية كده، وبألف هنا وشفا. شايفين الفرخة طالعة عاملة ازاي؟ شكلها خطير اهي، ولا حطينا كاتشب ولا عملنا لها خلطة ولا اي حاجة، هي معلقة السمنة اللي سيحناها. وشايفينها عاملينها ازاي؟ حاجة كده زي العسل، وبألف هنا وشفا.